ايه رأيك في المستقبل سيتي والمطور ريبورتاج؟ طيب كويس قوي. انا هتكلم على حاجتين، هتكلم على المستقبل سيتي لوحدها وبعد كده هتكلم على الريبورتاج في حاجة تانية. طيب بالنسبة للمستقبل سيتي مبدئيا كده هي من افضل المدن او يمكن افضل مدينة سكنية موجودة في مصر كلها. المدينة دي الوحيدة اللي في مصر اللي هي عبارة عن كومباوند كبير بخدماته كاملة، من أول الترفيهي، التعليمي، الخدمي، الخدمات العامة، المدارس، في جامعات، في مولات، في كل اللي انت متخيله، طبي، فيها كل اللي انت متخيله موجود جوه المدينه دي ومقفول عليه. زائد ان هم عاملين كل المدينه عباره عن كومباوندات، يعني مفيش قطعه ارض هتلاقي مثلا عماره طالعه لوحدها، ما تلاقيش فيها منطقه صناعيه، مفيش الكلام ده خالص. هي مدينه سكنيه بحته وكلها كومباوندات، يعني كل قطع الاراضي اللي موجوده فيها هتبقى مقفول على، يعني كل قطعه ارض مقفوله بسور. فاي مطور عقاري بيدخل هناك بيدخل على مشروع متكامل. طيب تاني حاجة، اللي مصمم المدينة دي كلاندسكيب واللي عامل فيها يعني شبيه النهر الأخضر هناك اللي هو مزار، مهندس شهاب مظهر. مهندس شهاب مظهر للناس اللي مش عارفاه، أنا عارف في ناس كتير جدا عارفاه يعني، بس أنا حابب أوضح للناس اللي مش عارفة. هو يعتبر أفضل مكتب استشاري لللاندسكيب في الشرق الأوسط كله. فطبعا عامل فكرة ظريفة جدا اللي هي مزار بالنسبه اللي هو شبيه النهر الاخضر بتاع العاصمه بشكل تحفه جدا. غير البنيه التحتيه بتاعتها، هي اول مدينه سمارت موجوده في مصر كلها. فالبنيه التحتيه بتاعتها يعني قويه جدا، اقوى بنيه تحتيه تقريبا بتوازي العاصمه. طيب الحاجه بقى الاهم في الكلام ده كله، ان اي مطور عقاري بينزل في المدينه دي لازم يكون عنده سابقه اعمال سكنيه، يعني لازم يكون عامل كومباوند سكني قبل كده. فدي طبعا من المميزات اللي موجوده فيها. طيب نيجي بقى نتكلم على شركه ريبورتاج. شركه ريبورتاج هي مطور عقاري محترم جدا، عندهم سابقه اعمال في الامارات، وشارين قطعه ارض من منطقه كده اسمها سيتي اوف ايديزيا بتاعه الاهلي صبور، واخدين قطعه ارض منها كبيره، عاملينها مشروع فيلات ووحدات سكنيه. المشروع نفسه هم عاملين فيه على فكره حجم انشاء كويس قوي، بس انا عندي كومنتات كده صغيره عليهم. مبدئيا كده هم يعني بيبيعوا صافي، بس بيبيعوا مساحات صغيره شويتين، يعني عندهم مثلا 100 متر ولا 100 وكسر كده، بتبقى 3 غرف نوم. فطبعا مصغرين شويه المساحات. الفيوهات بتاعه المشروع مش افضل حاجه، يعني ما تلاقيش مثلا حاجه على وايت جاردن ولا حاجه لاجون ولا الكلام ده، بس هم عاملين كومباوند سكني. بيبيعوا بسعر كويس قوي، بيبيعوا فيلات، اقل فيلات موجوده في السوق متشطبه عندهم، بيمنت بلان بتاعتهم مريحه. لكن شو يعني لو هتتغاضى عن الماستر بلان والتقسيمات الداخليه، لا توكل على الله. لو حد ليه اي استفسار تاني عن المستقبل او عندي مشروع تاني يكلمني، وانا ان شاء الله اقدر اساعده. اشوفكم على خير ان شاء الله.